كل اللاعبين بما فيهم بندر السلامة، عيد الرشيدي، طبعاً يوسف ماجد طبعاً ولا لاعب فوق 25,000 دينار. طبعا لما نقول 30,000 مش معناته انت لاعب مو زين، بس احنا بالسوق نتكلم عن ثاني سنه احتراف فعلي من ثاني سنه. المبالغ اللي قاعد نسمع مبالغ طائله، المقابل لها ما في مردود. شنو الناتج مقابل هذه المبالغ؟ ولا شيء، صفر، شبه صفر. احنا عندنا في القادسيه شبه صفر. لكن تكلم عن بعض اللاعبين، انا اقول لك من افضل اللاعبين الاسماء اللي ذكرتهم، نعم اتفق معك، من افضل الاسماء، من افضل الاسماء ومن افضل اللاعبين. لكن انا بوجهه نظر، اتكلم عن وجهه نظري، ما في لاعب يستحق اكثر من 30. اذا رحنا ممكن 40,000، اعتقد لا يوجد لاعب بعد 40,000 انت خلاص لا يمكن. يعني الحين ظاهر احنا قاعدين نتكلم اليوم، احنا ثاني سنه احتراف، شبه احتراف كلي للسنه الثانيه على التوالي. طيب لو تكلمنا بعد 10 سنوات شو راح يكون الآلية؟ شنو راح تكون الأرقام؟ كم راح تكون؟ صحيح. اليوم في ظل الأرقام العالية لبعض اللاعبين والمردود قليل جدا مقابل المبالغ اللي دفعت بها اللاعبين. طيب احنا نتكلم بعد 10 سنوات شنو بتكون الأرقام؟ أنا ما عندي مانع تدفع مبلغ طائل ما يخالف على لاعب يخدمك مقابل هذا المبلغ، أمر جيد، لا بس. لكن أدفع مبلغ على لاعب موجود في الدكة، أو أبدأ أدفع مبلغ على لاعب يلعب نص ساعة، أو ممكن يلعب من مباراة إلى مباراة، أو مباراة وترك، أو بالأربع مباريات يلعب لعبة أو لعبتين. يعني ضد إن إطالة مبالغ اللاعبين. أنا ضدها لسبب، لأن إحنا ما عندنا اللاعب اللي يوائم هذه القيمة. أنا بوجهة نظر ما عندنا لاعب محلي قيمته تصل إلى مثلا 100 120 130 ألف.